اليوم رح أعمل معاكم طريقة محشي البرغل على الطريقة الحلبية، ولا أروع ولا أطيب. طبعا خلف الكواليس كانت معي صديقتي واقفة جنبي وأنا عم أعمل محشي البرغل على طريقة والدتها، الله يخليها ويحفظها يا رب. كأنكم عم تاكلوا من أيادي حلبية، بس النفس دايري، يعني أنا اللي طبخته بس هي عطتني الطريقة. أهل حلب اكتبوا لي أكيد رأيكم بالتعليقات، شوفوا شلون حضرته معاكم، إن شاء الله تكون الطريقة حلوة وصح. ودعموا لي الفيديو بمحبتكم، صلوا على الرسول. خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله. وهون عندي 4 كيلو من الباذنجان. الباذنجان لازم تكون حباته شوي كبار تبع محشي البرغل. عندي تقريبا كيلو من الفليفلة، حمرة حدة وخضرة. وبسم الله ما شاء الله. أول شي رح أبلش هون بحفر الباذنجان. رح أقص التاج الأعلى تبعه، والأطراف قالت لي ماما إنه أتركها تحافظ على وقت الحفر إنه هو ما يعني تتكسر الأطراف العالية تبعه. يمكن هاي أنا ثاني مرة أو ثالث مرة أحفر فيها محاشي. أول مرة عملت فيها ساعدت ماما، كانت هي مرضانة وقت كورونا، ويعني تكسروا شي 10 كوسايات شي 10 باذنجانات، بعدين أخذت إيدي. ثاني مرة وهاي الثالثة أتوقع أعمل فيها، وكانت أموره تمام وعجبها ماما يعني الحشي تبعي. بعد ما خلصت حفر شلت الأطراف تبعه. الفليفلة كمان هون بنفس الطريقة، بس أنا رح أقصها قص. تمام. وأهم شيء إنه نحنا نتأكد إنه نفرغها من البذور، وحتى يجي على الأطراف تبعها عروق بيضاء. هاي كمان رح أشيلها لحتى تصير معي بهذا الشكل. والفليفلة الخضراء كمان بنفس الطريقة أنا عملتها. هون الخضار صارت جاهزة عندي، رجعت غسلتها مرة ثانية ورح أتركها لحتى تنشف على التمام. وهون عندي كيلو من البرغل الخشن، غسلته فقط غسيل. طبعا بحالة متحبة تحمصه أنا رح أتركه مثل ما هو. وعندي نص كيلو من لحمة الخروف، ربعها مدهنة وربعها ليا. رح أضيف لهم هون نصف معلقة من الفلفل الأسود، معلقة بهار مشكل، معلقتين من الملح، ونص معلقة من ملح الليمون. وبسم الله ما شاء الله. أول شي رح أبلش أفكك اللحمة بإيدي لأنه كانت عندي شوي جامدة. هاي رح أضيف لهم 6 حبات من الفليفلة، نصها حمرة ونصها خضرة. رح أضيف لهم تقريبا 6 حبات من البندورة، تكون بندورة طبخ يعني طرية شوي. رح أضيف لهم بصلتين كمان مفرومين بشكل ناعم. وهاي رح أضيف لهم كوب من الحمص الحب المسلوق. تمام. رح أنزل عليهم هون بجرزة نعناع أخضر كمان مفروم بشكل ناعم. ورح أضيف لهم كمان جرزة ونص من البقدونس كمان مفروم بشكل ناعم. رح أضيف لهم معلقتين كبار من دبس البندورة، معجون الطماطم، نص معلقة من دبس الفليفلة ما كثرتها لأنه كانت حادة عندي. ضفت لهم تقريبا شي كوب من دبس الرمان. هون رح أضيف لهم تقريبا شي 3 معالق من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، هذا اختياري. معلقتين كبار من السمنة البقرية، ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس. هون رح نبلش نخلط. هاي الأكلة أنا أعتبرها جدا طيبة على فكرة. هي تنعمل حتى يعني تقريبا مثل اليالنجي بلا لحمة، يعني إلها طريقتين وإن شاء الله رح أعملها معاكم بالزيت الزيتون ودبس الرمان، يعني مثل اليالنجي. صارت تبلتي جاهزة. بعد ما صارت عنا التبلة جاهزة رح نبلش أول شي بتعباية الباذنجان. أنا أحب أعبيه على النص أو أكثر بشوي، انتوا عبوه بالطريقة اللي متعودين عليها، بس نحن رح نعطي مجال للبرغل إنه هو رح ينفش عشان ما يطلع معانا مخبص، يعني تطلع حبات الباذنجان مفلفلة. ونسكره بالبندورة بالفليفلة، هذا اختياري. والفليفلة الحمراء كمان بنفس الطريقة، وسكرتها بالقمع تبعها. تمام. بأرضية الطنجرة رح أصف شوي من البطاطا أو يلي تحبوه انتو. بعدين هون رح نبلش نصف الخضار، ومن فوق رح أضيف أنا الفليفلة. هون عندي لتر من المي، رح أضيف له 3 معالق كبيرة من دبس البندورة، معلقة من النعناع المجفف، وملح، ملح ليمون، ومعلقة من الثوم المهروس. تمام. ونخلطهم. بعدين رح نسمي بالله. رح أنزل المرقة على طنجرة المحاشي. بعدين هون رح أثقلها ورح أرفعها على النار ونسكر عليها لحتى تغلي. وبسم الله ما شاء الله أخذت معي أنا تقريبا من الساعة للساعة وربع على النار. وهون أول شي رح أسمي كمان بالله ونبلش نصفيه من المرقة تبعه. بعدين نشيل عنه الصحن اللي ثقلناه فيه. شوفوا على هالمنظر، بسم الله ما شاء الله، وصلوا على سيدنا الرسول. طلع عن جد انه يشهي، من استواء ولا ملح ولا حمضة ولا اروع ولا اطيب. هاي الاكلة تفوز بجدارة بقلبي على قد ما احبها انا. أكون عملته معاكم محشي البرغل على الطريقة الحلبية بألذ وأسهل طريقة. صديقتي قالت لي كأنه عم تاكله من تحت إيدين أمها. اكتبوا لي أكيد رأيكم بالتعليقات، وألف عافية يا رب.